الاهلي بيتعادل مع المصري علشان يفرح الزملكاويه اللي زعلوا بعد تعادل الزمالك مع الاتحاد، ويزعل الاهلاويه اللي فرحوا في تعادل الزمالك مع الاتحاد. ما هو طبيعي يا جماعه لما الاهلي يتعادل او يخسر الزملكاويه يفرحوا لانك المنافس ليا، وطبيعي برضه لما الزمالك يتعادل او يخسر ان الاهلاويه يفرحوا، بس اهم حاجه التحفيل يكون بشياكه، مش كده ولا ايه؟ الاهلي بيتعادل مع المصري ليشتعل الدوري المصري من جديد، وبعد ما كان الاهلي عنده الفرصه ان هو يبتعد بصداره الدوري، النادي الاهلي بيتوقف رصيده عند النقطه 31 والزمالك عند النقطه 26، الفارق 5 نقاط. وخد بالك بقى ان المواجهه القادمه في الدوري المصري هتجمع ما بين الاهلي والزمالك في الاسبوع ال 14 في الدوري المصري يوم السبت القادم 21 يناير. بس الاهلي الاول عنده محطه مع سموحه في نصف نهائي كاس مصر، والزمالك والاخر عنده محطه امام بيراميدز في نصف نهائي كاس مصر، وبعدها بقى لقاء القمه اللي هيكون حاسم بنسبه 100% في الصراع على الدوري المصري. الزمالك زي ما قلت لك عنده الفرصه ان هو بعد ما كان الفارق 5 نقاط و6 نقاط للنادي الاهلي ان يبقى الفرق نقطتين 2 بفوز الزمالك على الاهلي. الزمالك لازم يستغل النهارده خروج ياسر ابراهيم للاصابه، وان محمود متولي مش هيلعب المباراه القادمه بالانذار الثالث اللي اخده في اخر المباراه بعد الاعتراض على حكم المباراه ان هو صفر في الدقيقه 97. مش عارف بصراحه محمود متولي كان بيعترض عليه، ولكن في النهايه كلها نقط ايجابيه لصالح نادي الزمالك. هل بقى السؤال المهم، هل بقى الزمالك هيستغل ده؟ هل بقى الزمالك هينزل عايز يفوز على الاهلي علشان يضغط الاهلي ويصدر ضغوط للاهلي بعد ما كان الفرق 5 نقاط و6 نقاط، يبقى الفرق نقطتين لصالح النادي الاهلي، فيبدا الاهلي بعد الضغط ده يؤثر على الاداء؟ الله اعلم. انا اعتقد ان الزمالك لازم يمسك في الفرصه، لكن جدو فيريرا واللعيبه هيقدروا يعملوا كده؟ ده السؤال المهم. انت في الاول عندك محطه امام بيراميدز في نصف نهائي كاس مصر، لازم تركز فيها وتاخدها نقطه نقطه. ما ينفعش تفكر في ماتش الاهلي وانت لسه عندك ماتش بيراميدز في نصف نهائي كاس مصر. ماتش بيراميدز ما يقلش اهميه عن ماتش الاهلي، هتفكر في ماتش بيراميدز بس بعد ما تخلص ماتش بيراميدز. مش هينفع تفكر في ماتش الاهلي وانت لسه ما خلصتش ماتش بيراميدز. لازم تحضر كويس للاهلي، لازم تعرف نقط الاهلي فين القوه والضعف. خد بالك النهارده الكابتن حسام حسن لعب جيم حلو جدا على النادي الاهلي وقدر يفرض اسلوبه في بعض اوقات المباراه، ومش بس كده، كان ممكن في وقت من الاوقات المصري هو اللي يكسب، ولكن في النهايه المباراه انتهت بالتعادل. الزمالك عنده فرصه ليشتعل صراع الدوري من جديد، والاهلي عنده فرصه ان هو يبتعد بالصداره بفارق 8 نقاط وربنا يستر، لان الاهلي في حاله فوزه على الزمالك المباراه القادمه الفرق بعد ما كان 5 نقاط هيبقى 8 نقاط، واعتقد كده صعب ان الزمالك يجيب الاهلي. فقول لي بقى دلوقتي توقعاتك عزيزي المشاهد، بس قبل ما تقول لي توقعاتك ما تنساش بقى تعمل لنا سبسكرايب، اشتراك حلو كده وكومنت ظريف ولايك على الفيديو عشان تشجعنا ان احنا نكمل. ودلوقتي السؤال اللي كنت اساله لك عزيزي المتابع، سواء اهلاوي او زملكاوي، انت شايف مين اللي هيفوز في ماتش القمه القادم؟ ويا ترى مين عنده الفرصه ان هو يفرض سيطرته على الدوري المصري؟ هل الزمالك بعد ما تعثر امام الداخليه وتعثر امام الاتحاد وتعثر امام اسوان بالخساره يقدر ان هو يفرض سيطرته ويقدر ان هو يرجع بوجه اخر ويفوز على الاهلي؟ اعتقد ممكن، لاننا في اوقات كتير جدا كنا بنشوف ان الزمالك وحش بس بيكسب الاهلي، وعلى العكس الزمالك كان بيبقى حلو جدا ويجي يخسر قدام النادي الاهلي. وهل انت شايف برضه ان النادي الاهلي عنده الفرصه وعنده القابليه ان هو يكسب الزمالك في المباراه القادمه؟ وخد بالك ان ياسر ابراهيم النهارده خرج مصاب ومحمود متولي مش هيشارك، فيبقى في ازمه في دفاع النادي الاهلي في مباراه الزمالك. مستني توقعاتكم، ولو وصلتوا لنا في الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي، والسلام عليكم.